كان في لاعب اسمه زيزو، شاب موهوب، عنده كل حاجة تخليه واحد من أساطير الزمالك. مش بس كان عنده مهارة ولا جري سريع ولا أهداف حلوة، لأ، كان عنده حاجة أعمق بكتير. كان عنده حاجة اسمها حب الناس والاحترام، وكان عنده حب كبير لجمهور اتربى على عشق الكيان. الجمهور ده شال زيزو فوق دماغه، صدقه، آمن بيه في أصعب الأوقات، دافع عنه وقت ما الناس شكت فيه. وهو في عز الهزيمة كان بيلاقيهم بيسقفوله، بيشجعوه، بيعطوه القوة. كانوا شايفين فيه روح فاروق جعفر، لمسة جمال عبد الحميد، وعزيمة شيكابالا. كانوا شايفين فيه مستقبل أسطورة وحلم كبير لزمالك. والجمهور ده كان متأكد إن اللحظة دي جاية، اللحظة اللي هيرتدي فيها شارة القيادة، واللحظة اللي هيرتفع فيها كأس الدوري وهو في أيديهم. كان متأكدين إن اسمه هيتكتب جنب أساطير النادي، جنب الأبطال اللي بقالهم تاريخ طويل ومشرف. كان دايماً في القلوب، وكان دايماً في الأمل. لكن للأسف زيزو اختار طريق تاني، اختار طريق الفلوس، اختار الهروب، اختار إنه ما يفضلش مع الكيان في وقت هو محتاجه فيه أكتر من أي وقت مضى. اختار إنه يكون مجرد ذكرى، ما يكونش جزء من المجد. اختار إنه يكون جزء من قصة خينة، قصة بدأت بحلم وانتهت في غياب. فيه لعيبة بتسيب بصمة لا يمكن تمحيها، بصمة بتفضل موجودة في قلوب الجماهير حتى بعد سنين طويلة. وفي لعيبة تانية بتخلي بصمتها تختفي زي ما هي جت، بتخليها تمحيها بإيديها هي نفسها. زيزو كان ممكن يكون أيقونة، كان ممكن يبقى رمز للأجيال اللي جاية، تتحكي لأولادنا وأحفادنا. لكن للأسف قرر بإيده، وهو اللي كان في يده كل حاجة، إنه يتحول لنهاية حزينة. ماهوش بس خسر حب الناس، ده كمان خسر احترامهم، خسر تاريخ كانوا هيكتبوه ليه. ماهوش بس خسر اللحظة دي، لحظة المجد اللي كانت هتكون ليه، ده كمان خسر نفسه في وسط الطريق. خسر كل حاجة، وصار مجرد ذكرى للحظات كان ممكن تبقى أسطورة. لا هو كسب الفلوس اللي كان بيجري وراها، ولا كسب احترام الناس اللي كانوا بيشجعوه، ولا حتى كسب اللي كان مستني إنه يبقى جزء من المجد. اللاعب اللي خسر كل حاجة، اللاعب اللي خان. الخيانة دي مش بس في التوقيع على عقد، لا، الخيانة كانت أكبر من كده بكتير. كانت خيانة للجمهور، خيانة لكل لحظة كان فيها الكل شايف فيه الأمل، كل لحظة كان فيها الكل شايف فيه القدوة. من المجد إلى مزبلة التاريخ.